بيبدأ مسلسلنا بجيون البنت الجميلة دي اللي الجنود بتكون واخداها عند الملك علشان يعدمها، والحاشية بتاعة الملك بتقوله ان هو يعدمها علشان العرش يرجع لمكانه الطبيعي. المهم الملك القمر ده بيقوم وبيقول ان هي عملت له اكل امبارح ووتره من كتر جمال الاكل، وان بسبب اللي حصل ده هيعينها كبيرة الطباخين عنده في القصر. فطبعا الكل بينصدم، لكن هو بيحذرها وبيقول لها ان الاكل انت هتعملهولي كل يوم، ولو في مرة الاكل ما عجبنيش هتتعدي. وبيقول لها لو عندك اي حاجة عايزة تقوليها قبل ما تموتي، وبيمسك السيف وبيقطع لها الحبل اللي كانت مربوطة بيه. فبتفرح جدا ان هي ما ماتتش، وبتقول انا لازم ارجع تاني المكان الطبيعي. وتعالوا بقى نطلع معاها 500 سنة قدام علشان نعرف اصلا مين هي جي يون دي وايه اللي جابها هنا. بنروح بقى لسنة 2025 وبنشوف جي يون وهي في مطبخ فرنسي قدام اشهر طباخين في العالم، واللي بتكون بتتنافس معاهم لان اللي هيكسب هيشتغل في افخم مطعم في فرنسا. لكن وهي بتشتغل بتلاقي ان الفرن بتاعها مش شغال والانبوبة عطلانة، لكن ما علينا ما بيكونش قدامها اي حل تاني، فبتاخد قش وبتولع. وده طبعا بيعمل طفره في البرنامج وبيقول لازم نركز معاها ونصورها. المهم بتتصرف فعلا وبتخلص الطبق بتاعها قبل ما الوقت يخلص، وبيشوفوا بقى مين فيهم احسن طباخ. بيعدوا على واحد واحد وبيطلعوا لكل واحد غلط، الا هي بقى اللي بيقولوا لها الاكل بتاعك فيه حاجه غريبه، احنا اول مره ناكل اكل بالطعامه دي. وطبعا بنتنا هي اللي بتكسب بلا منازع، وبتكون احسن شيف في البرنامج للسنه دي، وهتشتغل في افخم مطعم هناك. وبتكلم باباها بقى وبتقول له على اللي حصل معاها، وهو بيكون فخور بيها جدا، واللي بيقول لها وانت جايه لي بقى ابقي جيبي معاكي كتاب كده من عند واحد صاحبي. وفعلا بتظبط نفسها بقى علشان تنزل كوريا قبل ما تشتغل، بتجيب فعلا الكتاب التاريخي اللي باباها قال لها عليه، وبتطلع الطياره. وبيقولوا بقى ان النهارده هيكون في كسوف شمس وهم بيوزعوا الاكل عليهم، واللي عايز يتفرج يتفرج اهي قدامكم. فبنتنا بقى وهي بتتفرج على كسوف الشمس ومنبهره كده، الشخص اللي بيكون قاعد جنبها بيوقع عليها الاكل، فطبعا بتخاف جدا على الكتاب وبتروح بسرعه الحمام علشان تنضفه. لكن الفضول بياخدها وهي بتنضف الكتاب ان هي تفتحه، وبتفتح فعلا الكتاب من هنا وبتشوف الوصفات اللي فيه، وبتروح بسرعه تشوف الصفحه الاولى واللي بيكون مكتوب فيها الى حبيبتي لو قريت الكلام ده ارجعي. فبنتنا يا دوبك بتقرا الكلام ده مع كسوف القمر، بنلاقي ان الكتاب سحبها جواه، وتصرخ مهما تصرخ ولا حد هيسمعك حرفيا يعني. وبنلاقيها نازله من السما على الارض كده ووقعت في فخ فبتتحبس، وبيغم عليها طبعا من اللي حصل لها ده. وعلى الناحيه التانيه بقى بيظهر معانا الملك الوسيم الطاغيه بتاع المملكه، واللي بيقول عليه اسوأ طاغيه يعني، وكمان احسن ذواق ماشي وعمال يصطاد في الحيوانات. هو بيكون مستمتع جدا وهو بيصطاد فيهم كده، وتحسوه شرير قوي في نفسه، وبيكون سايب الطقوس بتاعه الالهه بتاعتهم دي هناك وقاعد هنا بيصطادوا. طبعا ده بيكون معفرت جدا كل الوزراء، واللي بيقولوا يعني ان هو اصلا مش مهتم بالمملكه بتاعته، وان اهم حاجه عنده الصيد والستات. وبنرجع تاني للملك اللي بيكون قاعد ولا يهمه اللي يولع يولع واللي يعمل يعني، وهو مروق دماغه كده، وبيقول لهم النهارده في كسوف شمس، وبالمناسبه الحلوه دي اللي هيصطاد اكبر صيد انا هديله جايزه. كبير المستشارين اللي بيكون صاحبه اصلا بيقول له انا حاسس ان لا مش متفائل بالموضوع ده ولازم ترجع القصر. فابننا بيقول له اشمعنى يعني، فبيقول له انت عارف ان في كسوف شمس، وان لو الاله غضب عليك هيبعت لك طيف او شبح امراه تكرهك في عيش. لكن ابننا بيقول طيف وشبح امراه، انت فاكرني بخاف من الحاجات دي؟ لا طبعا. وبيلاقي هو بيتكلم كده ان في ثعلب ظهر قدامه، فبيقول ايوه هو الثعلب ده روح اصطادوه. وبيروح بسرعه وبيسيبهم كلهم علشان يصطاد الثعلب. وبنتنا بقى بتصحى في الوقت ده وبتقول هو ايه اللي بيحصل معايا ده، انا كنت اخر مره في الطياره، ايه اللي وصلني لهنا؟ وبتمسك التليفون بتاعها اللي بيكون شغال وبتحاول تتصل باي حد او تجيب اي اشاره، لكن مفيش اي اشاره بتكون شغاله. فبتستغرب جدا لان التليفون متطور جدا وبيمسك اشاره من اي مكان يعني. المهم الملك بقى بيدي الثعلب بالسهم لكن ما بيجيش فيه وبيجي في بنتنا، فبيقطع الفخ اللي هي كانت فيه وبتقع في الارض. وبنتنا بتبص كده بتلاقي قدامها شخص كوري، فلسه هتفرح من هنا بتلاقي ان هو بيضرب عليها سهم، فطبعا بتطلع تجري من هنا وهو وراها مش سايبها في حالها، وعايز تفهم منه هو بيضربها ليه، لكن مفيش وقت عمال يديلها بالاسهم. وبيطلعوا يجروا ورا بعض لغايه ما بيوصلوا لاخر التل، ولسه هتفرح لانها هربت منه بتلاقي ان هو فضلها عادي جدا، فبتقول بقى ما بدهاش وبتطلع الصاعق الكهرباء علشان تخوفه. وهي برضه بتكون مستغرباه لان هو شخص كوري ولابس لبس تقليدي وهما في 2025، لكن هو بيكون مستغربها جدا وبتقول له ما تقربش مني لان معايا صاعق. فبيقول صاعق كهرباء وبيفتكر كلام صاحبه لما كان بيقول الالهه لو غضبت عليك هتنزل لك طيف امراه او شبح، وبيقول يبقى دي طيف او روح شرير او ممكن تبقى ثعلب لازم اموتها حالا. فبتقول له والله يا ابني انا ولا اي حاجه من الحاجات دي، انا شخص عادي. فبيقول لها انت بتتجرأ وبتقول ان انت شخص عادي، فبتقول له لا والله مش شخص عادي، انا كبيره الطهاة
انا شايف قد الدنيا. لكن هو بيكون لسه بيفكر بلبسها وبيقول باين عليها متسوله ولا ايه اللبس ده. فبتقول له والله يا كابتن اللبس اللي انا لابساه ده براندات بس عشان وقعت في الارض اتبهدلت. لكن هو بيقول لها انا مش فاهم ولا كلمه من اللي انت بتقوليها دي، وبيمسك السهم وبيضربها بيه. بس عشان هي حظها حلو السهم بيخبط في الشنطه وبتقع هي. فطبعا بتتجنن لان الشنطه فيها تليفون وفيها كل حاجه. وبتقول له انا مش هسيبك في حالك، انت ما تعرفش ان انا قريبي من بعيد يبقى محامي قد الدنيا. فبيقول لها مفيش محامي هنا شغال وانا ما اعرفوش، وقول لي بقى هو مين عشان اقتلك دلوقتي واقتله هو كمان. وبيكون بقى عايز يديها بالسهم ويريح دماغه منها، بس بيلاقي ان الاسهم بتاعته خلصت. فبيتكرم وبينزل من على الحصان بتاعه عشان يقتلها، ولسه هتشوف نفسها عليه بتلاقي ان هو مطلع سيف وبتحاول تحمي نفسها بالصاعق ده، لكن هو بيرميهولها وبيكون لسه هيقتلها بقى، لكن في حد بيضربه بسهم وبيجي في نص قلبه، فبيميل عليها وبياخدها وهما الاتنين بيقعوا من على التل. وكبير المستشارين والجنود بتوعه بيكونوا بيدوروا عليه في الوقت ده. وبتصحى بقى بنتنا منها بتلاقي ان هو نايم جنبها بالسهم اللي في قلبه ده، فبتصرخ بقى شويه عشان حد يجي يساعدها، لكن مفيش حد بيجي. فبتقول ما بدهاش بقى وبتاخد الجليسرين اللي معاها ده وبتدهن له بيه، وطبعا بيجيب نتيجه فورا. وهو بيصحى من هنا وبيكون عايز يقتلها، وبيكون فاكر ان هي السبب ان هو يحصل له كل ده وان هي شغاله مع المتمردين. لكن هي بتقول له لو انا كنت بعمل كده فعلا كان ايه اللي هيخليني انقذ حياتك دلوقتي. فبيفكر فعلا لثواني كده وبيكون عايز يقتلها برضه، لكن بقى هي بتخبطه وبتوقع السيف من ايده، وبيعملوا زي توم وجيري كده علشان يشوفوا مين اللي هياخد السيف. ويا دوبت هي بتاخد السيف من هنا وهو بيقرب منها بتديله براسها فبيغمى عليه، وبتنتهز هي بقى الفرصه دي وبتربطه علشان ما يقدرش يعمل لها اي حاجه. وبتصحيه من النوم وبتقول له لو عايز تيجي معايا اقف كده على رجلك عشان افك الرباط. لكن هو بيقول لها انت بتكلميني ازاي بالطريقه دي وخلاص تعالي فك. ما بتكونش اصلا طايقاه لان هو بيتكلم معاها بالاوامر، لكن بتعمل اللي هو عايزه. وطبعا هي بتكون متعاطفه معاه لان هو واخد بس سهم في قلبه. المهم بطلتنا الحنينه بتمسكه كده وبتجر وراها زي الكلاب بالظبط، وبتكون بتعامله معامله العبيد حرفيا. وهو عمال يقول لها من ساعه ما قابلها ان هو الملك وما ينفعش تعمل معاه الحاجات دي، لكن هي طبعا بتكون فاكراه ان هو عنده حاجه في دماغه. وبتظهر بقى معانا شخصيه جديده وهي المحظيه كانج، واللي بتكون عشيقه يعني الملك، وبتكون عايزه تعرف اخبار الملك والليل لغايه دلوقتي ما ظهرش. وبنرجع كده بالزمن 9 سنين ورا وبنلاقي ان الراجل اللي شبه باسم سمره ده داخل عليها وهي في السجن، واللي بنعرف ان هي كانت متاخده زي العبيد كده لشخص وهو كل يوم كان بيعتدي عليها. فاخر ما زهقت منه يعني راحت قتلاه. فشبيه باسم سمره ده بيقول لها انت هتقربي من الملك بطريقه ما وتقولي كل المعلومات بتاعته لانك انت حلوه وانت عارفه الملك بيحب البنات ازاي. فبتقول له خلاص تمام خرجني انت من السجن من هنا وانا هعمل كل اللي انت عايزه. وفعلا الاتفاق بتاعهم بيكون شغال عادي جدا، وهي بتكون بتقول له كل الاخبار بتاعه الملك. وبنعرف ان باسم سمره ده مش سالك خالص، وان هو بيعمل كل ده علشان بس يشيل الملك من منصبه. وبيتجمع هو والوزراء وبيتكلموا يعني في حاجات كده تخص الملك وان هو مش شايف شغله كويس. وبنرجع تاني لجيون والملك وهم ماشيين وبيكونوا تعبوا خالص من كتر المشي. فبيقعد بقى وبيقول لها جيبي لي ميه عشان عطشان. فبتقول له يعني انا اللي مش عطشانه، لو كان قدامي ميه كنت شربت. فبيقول لها انا كلماتي اوامر لان انا ملك البلد دي. فبتقول له يا ابني هو انت في حاجه في دماغك، هو انت مش مجنون؟ فبيقول لها يعني انت مش مقتنع بالكلام اللي انا بقوله لك؟ طب قومي بصي على هدومي. فبتقوم وبتبص على هدومه وبتلاقي ان فيها وشمه النين زي ما الملوك كانت بتلبس. فبترجع تاني وبتقول له هو انت عبيط؟ طب ما احنا بنلبس اللبس ده على طول وبندفع فيه 10000 فون في ال3 ساعات، مش حوار يعني. لكن هو بيتصدم كده وبيقول هدوم الملك بتتزور، انت متاكده من الكلام ده؟ لكن هي بتكون شايفه ان هو حالته ميؤوس منها. هو بيقول لها انت مش مصدقه ان انا الملك بتاع الارض دي؟ طب اقول لك حاجه حلوه، اول ما نوصل للقصر انا هكافئك، مع انك مش نوع المفضل من النساء بس هقضي معاك ليله يا ست. لكن هي بتمسكه وبتضربه علشان قله ادبه دي. وبعد ما بيوصلوا بيقول لها ان البيت ده وكل الاراضي اللي جنبهم ملك ليه، لان هو مشى الناس كلها من هنا وخلى المكان للصيد ليه بس. فبتفتكر كده وبتقول له هو انت اصلا بتقول على الملك يونج؟ فبيقول لها مين الملك يونج ده؟ فبتقول له الملك ده كان زير نساء وكان طاغيه وكان شرير جدا، خرج الناس كلها من بيوتها علشان يخلي مكان ليه عشان يصطاد براحته، وقعدت تشتم فيه كتير جدا. هو بيكون بيسمع كلامها ده عن الملك اللي هي بتقول عليه اسم يونج ده، وبيكون حاسس ان الكلام ده ليه هو، وبيقول قد ايه هي قاسيه في كلامها عليا. فبيحاول يوضح لها بس سوء الفهم كده وبيقول لها انا مش طاغيه ولا حاجه وكمان مش زير نساء يعني، هم اللي بينقوا لي البنات وبيجيبوهم لي علشان انت عارفه ان اهم حاجه للملك ان هو يجيب ولي العهد، والناس اللي انت بتقول اللي هم مشوا من بيوتهم ما احنا وديناهم بيوت تانية. لكن هي بتكون قرفانه منه جدا ومن كلامه الصراحه، فبتزهق من كلامه وبتربطه وبتروح بقى علشان تشوف هدوم ليها عشان تلبسها. وبعد ما بتغير هدومها وبترجع تاني عشان تقعد معاه بتلاقي ان في صوت كده جاي من جوه البيت. فبتخاف وبتدخل عشان تعرف الصوت ده جاي منين، لكن بتهجم عليها بنت وبتفضل تضرب فيها وبتقول لها يا حراميه انت لابسه لبس. فجيون بتعتذر منها ان هي لبست لبسها وهي ما تعرفش، لكن البنوته دي بتفضل تضرب فيها وبتقول لها اخرجي من البيت عشان انا مش عايزه اشوف وشك. بنتنا بقى بتمسك المقشه اللي بتضربها بيها دي وبتقول لها بقول لك ايه اليوم النهارده كان صعب قوي، وبتوري لها العين الحمراء من هنا. فالبنت بتخاف وبتقول لها النهارده كان يوم صعب قوي بالنسبه لي ولقيت بيت فدخلته عشان استريح شويه. فالبنت بتقول لها طب ما
خبطتيش ليه؟ فبتقول لها انا خبطت وناديت بس ما حدش رد عليا. لكن البنت بتقول لها ازاي انت ما تعرفش انت فين؟ انت ما تعرفش ان الغابه ديت المخصصه للصيد بتاع الملك؟ فبترجع تاني وبتقول صيد وملك، هو انتوا ليه محسسين ان احنا في افلام قديمه؟ هو ده موقع تصوير طيب؟ لكن جون بتقول لها طب احنا في انهي سنه؟ فبتقول لها على اسم السنه. فبتستغرب كده لان هم عندهم السنه مش بالارقام وبالاسماء. فبتقعد وبتستوعب ان هي فعلا دخلت جوه العالم ده، وبتقول ده اكيد اكيد انا بحلم. لكن بطنها بتزقزق كده وبتعرف ان هي جعانه وبتعرف ان هي مش في الحلم. فالبنوته العسوله دي بتقول لها تعالي وانا هعمل لك اكل. فبنتنا بقى بتقعد وبتفكر وبتقول اللي هيرجعني للعالم بتاعي هي الشنطه. وبتقول للبنوته اللي اسمها جيل ايه رايك بعد ما ناكل نروح عند التل هناك ونجيب منه الشنطه بتاعتي؟ لكن جيل ما بتكونش فاهمه يعني ايه شنطه، فبتقول لها حاجه يعني ضايعه مني وعايزه اجيبها. فبتوافق وبيروحوا بقى عشان يعملوا الاكل. بتروح بقى جيون عشان تشوف ايه الاكل الموجود هناك، لكن بتلاقي ان هو اكل بسيط جدا وان لازم المكونات البسيطه دي تعمل اكل يشبعهم هما التلاته. فبتعمل لهم اكله البين بان. فبتحس ان الاكل ناقص شويه سبايسي كده، فبتروح وبتجيب الجاكيت بتاعها وبتاخد منه الزبده والشطه اللي كانت واخداهم من الطياره وحطاهم في جيبها. وبتصحي الملك بقى وبتقول له بقول لك ايه، انا جبت لك اكل اهو عشان تاكل. وبتقول له انا شفتك مثير للشفقه او غلبان كده فقلت اكيد هتكون جعان. لكن هو بيكون عنده عزه نفس وكرامه وبيقول لها اللي هو مش هياكل من الاكل ده، لكن بطنه بيكون لها راي تاني خالص. لكن جيل ما بتكونش عارفه مين الشخص ده، فبتقول لها ده واحد تعبان في دماغه سيبك منه. وبتبدا بقى تخلط الاكل كله في بعض عشان تدوقه للملك، لكن ما بيرضاش ياكل الا لما تاكل هي اول قطمه. فبتفتكر بقى اللي هو بيتكبر عليها فبتقول له مش تاكل خالص. فبتدي له معلقه كبيره كده، فبيقول لها لا المعلقه دي كبيره جدا عليا، حطي لي كميه قليله كده واكليني. فبتكون متضايقه جدا منه لكن بتعمل كده. واول ما بياكل بيبدا يكح لان الاكل بيكون حراق جدا، وهي بتكون مستغربه لان ده السبايس العادي بالنسبه لها، وبتاكل فما بتحسش باي حاجه. وجيل بتيجي عشان تدوق الاكل لكن برضه بتكح جامد وبتقول ده سبايسي جدا انا مش قادره منه. لكن البطله بتتنرفز عليهم هما الاثنين، بتقول لهم لو مش عايزين تاكلوا ما تاكلوش. وجيل بتقول لها الاكل حراق فعلا، بس لما الحرقان اللي فيه ده بيروح بتلاقي الطعم بتاع الاكل بقى تحفه. وبتبدا تاكل هي والبطله بتاعتنا قدام البطل طبعا عادي جدا، لكن الصراحه بيصعب عليها فبتبدا تاكله. وهي بتاكله كده بيتخيل مامته وبيفتكرها فبيبدا يبكي. فهما الاثنين بيكونوا مستغربين ان هو بيبكي بسبب ان الاكل حراق، لكن بيكبروا دماغهم من هنا وبيخرجوا هما الاثنين بيلاقوا ان هو نايم فبيغطوه. وبعدين بقى بيروحوا عند التل علشان يجيبوا الشنطه بتاعتهم، لكن وهم ماشيين بيلاقوا ان في نهر وبيقفوا عشان ياخدوا دش. وفي نفس الوقت ده بيكون كبير المستشارين قاعد بيدور على ابننا وقالب عليه الدنيا كلها عايز يلاقيه باي طريقه. وبعد ما بيفكوه بيلبس لبسه النظيف بيقول لهم انتوا لازم تلاقوا البنت اللي كانت معايا. وفي الوقت ده بتكون بنتنا جيون بتكلم جيل وبتقول لها يعني احنا دلوقتي في عصر جوسون، لكن جيل بتكون مستغربه جدا طريقه كلامها. وجيون بتسالها هو انت ليه عايشه لوحدك هناك ومستخبيه في البيت ده؟ فبتقول لها والله انا مستخبيه علشان ما ياخدونيش في الانتقاء. والانتقاء ده باختصار ان هم بيجيبوا البنات الحلوين اللي في البلد وبيوديهم للملك علشان يجيبوا ولي العهد. لكن هم بيتكلموا بيكون الجيش مر من قدامهم، فبنتنا بتقف كده وبتشاور لهم. وبتخلص الحلقه الاولى على كده. فيا ترى بقى ايه اللي هيحصل في بقيه الحلقات؟ ده اللي هنعرفه لما نكمل مع بعض المسلسل. وسلام.